فلما أردنا بجودك أعتقد الأزواج والأولاد والرعاية تسجيلا كثيرا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما كنتم تكون عليه عندي لتابعتكم الملائكة وفي بيوتكم وفي سوقكم ولكن هذا ساعة والساعة. هذا الحديث يدل على أننا لا نستطيع الدوام على الطاعة وعن الوجدان وعن التوبة إلى الله دائما، لكن حين ذلك فلا ملام على المسلم الذي يجد النساء أحيانا إيمانه كبير وأحيانا يجد إيمانه كبير. الدين الذي كان إيمانه كبير ووزير يقول الله ويحمده على ذلك ويكذب حتى تكون. لماذا؟ ويقول الله تعالى لأسف الشديد ولما انتقل رمضان قال المسلمون بالأمس أبطلوا المساجد وهدموا القرآن والذكر والاستغفار وعقبوا على المعاصي والزنا والزواج ولا سيما على اليوم الذين الذي فعلوا رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم امام عليه وتركوا على اليوم استخدام آلات الطرف حرام كما جاء في حديث أبي هريرة والمالكية على ذلك، ولكن هناك مشابهة. وعلى الآباء والأجداد والأقرباء أن يلاهبوا أهليهم ويستعملوا بقول الله تعالى: قوا أنفسكم الله اجتنابا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المسلمين التقيا والذين وأن يتقبل الله، ونسأله تعالى أن يشير في حج البلايا والمسائل حيث ذل الشيء وكثر الفقر وكثر العمر والدماء والاكتفاء. هذا لا ينفينا الله منه أو منها إلا بالاتباع والاتباع.